سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بحلويات العيد. راح ندير معاكم صابلي ولا حلويات جافة. بعجينة واحدة راح ندير 3 أنواع تاع الحلوى. حلوة بسيطة وسهلة بدون يعني تعقيدات كما نقولوا. هنا كما راكم تشوفوا عندي 500 غرام مانجارين. استعملت مانجارين لابيل. ضفت معاها كاس سكر جلاس، وراح نضيف شوية تاع الملح ومغرف صغيرة ونص هكذاك لافاني. نخلط كامل هذيك الزبدة مع السكر يعني حتى يتخلطوا مليح هكذا، غير بالمغرف ولا تقدروا يعني بالضرب الكهربائي ولا باليد. وهنا راح نضيف 3 مغارف تاع الزيت. هاد الزيت راح تعطي قرمشة للصابلي ديالكم، يعني جربوها راح تعجبكم. انا دائما نحب نزيد هكذا شوية تاع الزيت في لي صابلي ديالي، ونزيد ندخل كامل هذيك الزيت في الخليط. لازم تدخلوها مليح كما راكم تشوفوا، يعني طريقة جيت سهلة. كما على بالكم يعني في العيد الأضحى ما نديروش بزاف أنواع تاع الحلويات، نديرو غير هكذا فال. فقررت ندير هاد العجينة راح ندير بها 3 أنواع. وهنا زدت 2 حبات بيض كاملين مع 2 صفار، ونزيد نخلطهم مليح. وراح نضيف كاس مايزينا، ونزيد ندخل المايزينا في الخليط. اذا نعاود لكم المقادير واش درت 500 غرام مانغارين لابيل، زدت معاهم كاس سكر جلاس، رشه تاع الملح، لافاني، وزدت 3 مغارف تاع الزيت، وضفت 2 حبات بيض كاملين مع 2 صفار، وضفت كاس نشاء الذرة، وزدت ثاني الفارينة، وضفت معاهم كيس خميرة كيميائية أي ما يعادل 10 غرامات. هنا راح نلم العجينة ديالي، لازم تجيني طرية بهذه الطريقة. هنا راح نحي شوية تاع العجينة على هكذا طبسي واحدة آخر. هذه العجينة راح نزيد لها جلجلان، حبيت نديرها بالذوق تاع جلجلان. وهذه العجينة اللي بقت لي هنا راح نضيف لها الفارينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. إذا هذا هو القوام تاع العجينة ديالنا، لازم يجي هكذا كما راكم تشوفوا، لازم تجي طرية ما ديروهاش يابسة. هنا راح ندخلها هكذا في الساشي ونخليها على جهة، يعني نقدر نخدمها مباشرة كما نقدر يعني نخليها ترتاح مدة هكذا نص ساعة. أما العجينة الثانية اللي خليتها راح نضيف معاها 3 مغارف جلجلان محمص ومرحي، وراح نضيف الفارينة نجمع يعني العجينة ديالي حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. إذن هذا هو القوام ديالها. وهنا بديت فتحت العجينة الأولى وراح نشكل لي صابلي يعني بالمول الدائري. يعني هنا لكم الاختيار أي طابع كان عندكم. ومن الفوق راح ثاني نقطع بهذا الطابع اللي فيه دائرة من داخل، دائرة صغيرة. أما الشكل الثاني عندي هذا المول تاع المعمول، حبيت ندير فقط به هكذا باش تجيني كامل حبات قد قد هكذا، ولا تقدروا يعني ديروا بالميزان وتكوروهم يعني عادي. هنا حشيت الحلوى ديالي بجوز الهند مع شوية تاع الكراميل. هذا ما كنتوما يعني تقدروا تبدلوا في الحشو، يعني كل واحد يحشي الحلوى ديالو كما يحب. وهنا راح نغلق عليهم هكذا ونضغط حتى نتحصل على هذا الشكل الدائري بهذه الطريقة. يعني بعجينة واحدة تقدروا تديروا أشكال مختلفة وتنوعوا في الحلويات ديالكم وتنوعوا ثاني في التزيين. المهم تكون يعني العجينة ناجحة.
وهذا العجينة يعني روعة، نديروها يعني تجي تذوب في الفم. هنا بعد ما شكلت كامل العجينة ديالي، هنا غير باليد هكذا بالإصبع ندير الثقب في الوسط وندخلها للفرن على 160 درجة، نخليها حتى تطيب. أما الشكل الثالث اخترت هذا الشكل على شكل دمعة. هنا راح نقطع بهذه الطريقة، ندير الحلوة ديالي سميكة شوية لأني ما راحش نلصقهم يعني زوج زوج، يعني كل حبة نخليها وحدها. هنا بعد ما دخلت الحلوة ديالي طابت كما راكم تشوفوا، يعني شوفوا كيفاش جات يعني هايلة ما شاء الله. هنا بقى لي غير نبدأ نزين في الحلوى ديالي، والتزيين أكيد يبقى اختياري. شوفوا يعني كيفاش طابت على لون واحد، يعني لون ذهبي. إذا هنا بالنسبة لي صابلي راح نلصقها يعني بالمعجون تاع المشمش عادي كيما يعني موالفين نديرو لي صابلي. وهنا كما قلت لكم التزيين يبقى اختياري، أنا اخترت هذا التزيين الخفيف البسيط. هنا تقدروا يعني ديروا كريمة الزبدة كما يعني تقدروا بتوفي كراميل تاني تلصقوا الحلوة ديالكم مع حلوة الترك، كل واحد والذوق ديالو. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما لصقت كامل الحلوى ديالي، هذاك الثقب راح نعمرو ثاني بالمربى تاع الفراولة هكذا باش يعني يبان ويجي الشكل ديالها شباب. أما الشكل الثاني، هنا خلطت معجون المشمش مع توفي كراميل كما راكم تشوفوا، يعني حتى تذوب لي كامل هذيك التوفي كراميل. كما على بالكم يعني توفي كراميل تجي جامدة شوية، حبيت هذا الخليط يجيني خفيف شوية. هنا راح يعني نمسح هذيك الحلوة كامل بهذا الخليط ونرمدها في جوز الهند، يعني طريقة جد بسيطة. وهذه الحلوة يعني راح تجي بنينة يعني ما شاء الله. ونزيد يعني نزينها من فوق في هذاك الثقب راح نعمره بالتوفي كراميل. شوفوا يعني الشكل ديالها ما شاء الله يجي هكذا روعة. أما الشكل الثالث، هنا راح يعني نزين هذيك الأطراف كامل بالشوكولا والجلجلان، بما أن درنا في العجينة الجلجلان راح تجي يعني بنينة ما شاء الله. جلجلان كما على بالكم يتماشى مليح مع الشوكولا، يعني حلوة بسيطة جدا لكن يعني بنينة روعة. هكذا نزين كامل هذيك فوق هذيك الشوكولا بجلجلان. هنا نقدروا ثاني يعني نلصقوهم مع بعض هكذا باش تجي يعني طالعة شوية. هذه هي إذا الحلوة ديالي بعد ما طابت، بعد ما زيناها، يعني الشكل ديالها شكل بسيط، وحتى طريقة التحضير ديالها طريقة بسيطة لكن البنة ديالها بنة خيالية بنينة بزاف. هنا راح نقسم واحدة معاكم باش تشوفوا يعني كيفاش تجي تذوب في الفم تتفتت وحدها. هنا شوفوا راح نقسم واحدة معاكم تشوفوها من الداخل كيفاش تجي يعني روعة.
البنات اللي وصلت لهنا ما تنسيش برك دعم القناة باللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. ما تنسوش تخليوا لي التعليق ديالكم المحفزة، وما تنسوش ثاني البارتاج مع الأحباب والأصدقاء. هنا راح نزيد نقسم وحده معاكم تاع لي صابلي باش تشوفوها يعني من الداخل. شوفوا يعني الحلوه ديالنا جات روعه، تذوب في الفم كما قلت لكم. شوفوا كيفاش تتفتت يعني. اذا هذه هي الوصفه ديالي. دمتم في رعايه الله. راح نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.